الوزير وصديقي وزميلي السي مصطفى بيتاس، السادة رؤساء الفرق الأغلبية بمجلسي النواب، السيدات والسادة البرلمانيين، السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام. أولا اسمحوا لي بطبيعة الحال أن أتقدم بالشكر للسيد رئيس فريق الاستقلال السي عمر حجيرة الذي وعبره كل مناضلات ومناضلي حزب الاستقلال الذين استقبلونا اليوم في مقر حزب الاستقلال الذي يحمل دلالات سياسية كبرى. أنا سعيد باللقاء معكم السيدات والسادة البرلمانيين في حوار صريح واضح بعيد عن القراءات السياسية الضيقة التي لا تخدم تنمية بلدنا ولا تخدم مساره التنموي، لأن التنمية والنمو وتطوير الوطن وهو تراكمات لتجارب مختلفة، وقراءة التجارب في هذا التمرين الحكومي الذي يعيش منتصف ولايته حاولت أن أخضعه للموضوعية التامة من خلال شيئين أساسيين: المقاربة اللي غادي نجيو لها من بعد في الأمور اللي غادي نتحدثوا فيها. الخاصية الأولى أنني لن أصرف أي شيء في المستقبل، كل ما سأتحدث عنه هو منجزات من سنة 21 وبالضبط من أكتوبر 21 إلى 28 مايو 2024، حتى أبتعد كليا عن منطق التوقعات وبالتالي عن القراءات لهذه التوقعات. المسألة الثانية هو أن كل ما سأتناوله من أرقام ومن مواضيع خضعت لكل التدقيقات من طرف المؤسسات الدولية، وبالتالي فالرأي المحايد الموضوعي لهذه المؤسسات يفرض علينا أن نتعامل بموضوعية تامة مع هذه المعطيات. بلادنا بطبيعة الحال اليوم تعيش في دينامية تطورية مستمرة، الحكومة تتفاعل معها بإيجابية وبدقة وبمنطق علمي واقعي يمكن أن نزاوج دائما بين طموحاتنا وإمكاناتنا. وبالمناسبة فهذا العمل وبعيدا عني لا أريد الخوض في المقاربات السياسية لهذا الموضوع، ولكن من باب الإنصاف نقول بأن اليوم الحكومة تعمل على تنزيل حلقة في مشروع مجتمعي أراده جلالة الملك أن يكون مبنيا على شقين اثنين، إحداهما اجتماعي والآخر اقتصادي. والحكومة وبصورة عامة بعد أن ندخلوا في الأمور الموضوعية بصورة عامة وبصورة دقيقة ومرقمة نجحت في تنزيل هذه الأوراق بشكل دقيق، خاصة وأن الأجندة اللي وضعها جلالة الملك نصر الله لمختلف هذه المشاريع كانت محددة في الزمان وفي السنوات وبالأعداد. الموضوع الذي نتناوله اليوم هو موضوع باش نبسطوا الأمور من حق أي مغربي أن يطرح هذا السؤال:
كيف للحكومة أن تمول كل هذه المشاريع في ظروف دولية إقليمية صعبة، وكيف بإمكان الحكومة أن تضمن استدامة المالية العمومية. هذا الموضوع الذي أعتقد بأنه يكتسي راهنية قصوى لدى الرأي العام ولدينا جميعا لأسباب مختلفة. أولاها وجات في الكلمة نتاع أحد الرؤساء أن المسؤولية نتاع استدامة المالية العمومية وبحكم الدستور هي مسؤولية مشتركة بين البرلمان والحكومة. معناه أن كل ما نقوم به من تشريع مالي ومن إصلاحات مرتبطة بالمالية العمومية هي مسؤولية جماعية. المسألة الثانية يوقع الشيء نتاع الديكالاج لما اللي تيجي لي سلايد باش نخليو مرسخة. المعطى الثاني لضرورة مناقشة أو لأهمية هذا الموضوع هو أنه بدون هذه الاستدامة لن تتمكن بلادنا أولا من تمويل هذه الإصلاحات وهذه المشاريع، وثانيا من الحفاظ على توازنات قد يبدو للبعض أنها مواضيع هامشية، ولكنها في الأصل وفي الجوهر هي أمور مهمة وأساسية. إن بدون الحفاظ على هذه الاستدامة وبدون التحكم في توازناتنا الماكرو اقتصادية لا قدر الله سنعيش ما عشناه خلال سنوات الثمانينات. وسنوات الثمانينات للتذكير فقط أن تبعات برنامج التكوين الهيكلي عشناها لمدة عقدين من الزمن. بالتالي فالأهمية نتاع الحفاظ على هذه التوازنات والحفاظ على استدامة ماليتنا العمومية علينا. هذا هو الرسالة، هذا هو الخلاصة نتاع هذه الفكرة. علينا أن نستحضرها باستمرار في تدبيرنا سواء من جانبكم التشريعي أو من جانب التدبير الحكومي. اليوم باش نكونوا موضوعيين لابد في تقييم العمل الحكومي في هذا المجال، لابد أننا نتكلموا على نقطة الانطلاقة. أين كانت ماليتنا العمومية في بداية الولاية الحكومية في سنة 2021؟ من أين انطلقنا؟ انطلقنا، وعلاش قلت بأنه كل ما سأتناوله لن أصرف أي شيء في المستقبل، ما غندير سوف حرمتها على نفسي تحريما، غادي نصرف غير الماضي. كنا في واحد العجز مالي بتاع 7.1 صادق عليه البرلمان في القانون تاع التصفية وتناولته المؤسسات الدولية في مختلف تقاريرها. معناه أنه لا يمكن أن نختلف على أن العجز المالي سنة 21 ما كانش 7.1، كان هو بالضبط 7.1. المديونية اللي انطلقنا منها سنة 21 كانت 72.2%. وباش نذكر بأنه بين سنة 19 و20 انتقلنا ب 12 نقطة نتاع المديونية لسبب بسيط. هذه الأرقام صرفنا الأولى 3 مليار تاع الدولار الخط الائتماني اللي عطانا لصندوق النقد الدولي لتدبير جائحة كوفيد. وهنا لابد نفتح القوس أن الحكومة اليوم تتوفر على خط ائتماني في صندوق النقد الدولي ب5 مليار لم نلجأ إليه في أي لحظة من اللحظات. هذو سميتهم الأرقام والوقائع. في سنة 20 نهينا السنة بواحد المديونية تاع 72.2%، وهذا الرقم أيضا تمت المصادقة عليه
لا في القانون تاع التصفيه نتاع هذه السنه الماليه، وتناولته مختلف المؤسسات الدوليه في التقارير نتاعها. اذا ما نناقشوش هذا الرقم، وبين سنتين عطينا لنفسنا الحق اننا نطلعوا المديونيه ب 12 نقطه. وبالمناسبه وباش ترسخ عندنا الافكار ان نقطه نتاع البيب باش ما نديروش لي فيرغول نقولوا هي 11 مليار تاع الدرهم، كل نقطه بغيتي تزيدها 11 مليار تاع الدرهم اضافي. اذا هذه هي المنطلقات اللي كانت، زائد اننا في سنه 21 المؤسسات نتاع التنقيط كنا في انفستمنت جريد هبطتنا، وبالتالي التنقيط نتاع بلادنا في سنه 21 هبط تصنيف الائتماني. معناه ان هذه الصناديق نتاع او المؤسسات نتاع التنقيط تقول للعالم، للمؤسسات الماليه ولسوق المال العالمي على ان الامور لا تسير بخير في ماليه المملكه المغربيه. هذا هو المنطلق، هذه 21 هذا هو العجز وهذه المديونيه وهذا هو الديغراداسيون في لانوتيس. هذا البوان دو ديبار. بالاضافه الى هذا المنطلق دائما هذه الحكومه جات لقات هذا الشيء، زادت لقات واحد الظروف دوليه باش ما نبقاش غير في الفوكابيلار، باش ما نبقاش غير في الانشاء. كانت الحرب الجيوسياسيه الى غير ذلك. ما معنى الحرب الجيوسياسيه؟ المنطقه كلها هي المعدلات النمو نتاع الشريك الاول تاعنا هبطت حتى ل 0.4%. معدل النمو العالمي هبط ل 3.6 في العالم. معناه انه لما نتحدث عن معدلات النمو في هذه الفتره، لما نتحدث على الارتباط نتاع الاقتصاد المغربي بمتغيرات او لا بتبعات الازمه العالميه، راه هو هذا اقتصاديا. ثم التضخم الذي نتحدث عليه بطرق مختلفه ولكن كيخضع لرقم. المعدلات نتاع التضخم وصلت ل 15% في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. المعدل نتاعها في هذه المنطقه كان هو 15%. وللتذكير انه سنه 2020 راه كان 0.1%. وغادي نرجعوا لهذه النقطه مهمه واساسيه، باش ملي تنقولوا بدي المعدل تاع التضخم في بلادنا كان هو 6% وتم التحكم فيه 6%، نظرا للمجهودات اللي دارت الحكومه في مجموعه من المجالات. وغادي نرجع عند هذا الاسهال. نعرفوا دائما بان المنطقه اللي تنعيشوا فيها المعدل نتاعها كان هو 15%. وكذا هو الوضع اللي سلم فيه السي عزيز اخ النوشي رئاسه الحكومه وشكل الحكومه. هذا هو المديونيه اللي لقى 72.8، وهذاك هو العجز اللي لقى، وهذه هي الظروف الاقليميه ونتاع المنى اللي لقات الحكومه امامها. اذا في هذا الاطار الحكومه كان خصها تجاوب على معادله دائما اصفها بالصعبه تفاديا باش ما نقولش مستحيل. كان اولا خصنا الحكومه تنزل الاوراق الاجتماعيه لان جلاله الملك نصره الله تكلم عليها في مجموعه من الخطط، وكان من الضروري ان نسير في هذا المسار لان هذه الحمايه الاجتماعيه تراكمات بالمنطلق نتاعها اللي كان فيه تجريب نتاع الرماد في منطقه او في جهه بني ملال، يعني كسبت من التجربه ومن النضج ما جعل بلدنا مؤهلا ان ينطلق في هذا الاصلاح. ثم كان من الضروري ان نشرع في مأسسة حوار اجتماعي من جيل جديد، وغادي نرجع على الجيل الجديد لانه الهدف منه ماشي نجلسوا مع النقابات الاكثر تمثيليه في منطق تفاوضي ونلقاو الحل الوسط، لا. المقاربه كانت هي ان نعالج اوضاع الطبقه المتوسطه، وانا غادي نرجع للامور. ثم كان ونتيجه لهذه الظرفيه ولهذا 15% تاع التضخم اللي كان عندنا في المنطقه
التطورات اللي تتعرفها السوق العالمية كان لابد أن الحكومة تقوم بمجموعة من الإجراءات سأرجع إليها مفصلة. وكما قلت كل هذه الموارد اللي غادي نتكلم عليها صرفت، ماشي غادي يتم صرفها، صرفات الزرع سوى 10 مليار تاع الدرهم، ها هو الفاتوره نتاعها بالضبط 9 مليار و890 مليون الفاتوره نتاعها. والا غادي نرجع. ثم باش ما نفقدوش السياده الماليه كان على الحكومه أن تسترجع هذه التوازنات الماكرو اقتصادية، وهي شيء جوج الأمور. كان خصنا نهبطوا من العجز المالي، وكل ما هبطنا العجز المالي بنقطة تنحرموا الحكومة باش أنها تصرف 11 مليار درهم، وبالتالي نأثروا على المديونية باش تمشي في المنحى التنازلي حفاظا على السيادة المالية لبلادنا. وغادي نرجع في الأخير باش نشوفوا بان هذه المجهودات اللي تمت خلال هذه السنتين ونصف مكنت بلادنا من استرجاع هذا وتنقيت الى غير ذلك. وهذه هي المعادله اللي كانت. غادي نبداو بالرقم لا فاريابل الاولى في هذه المعادله. كان حدانا التغطيه الصحيه الاجباريه لامو، وغادي نرجع لذاك الرقم نتاع واش 18 مليون 10 12 الى غير ذلك. خلينا نرجع ليه بالتفصيل المبين. اليوم عندنا 3.9 مليون اسره فقيره كتستافد من التغطيه الصحيه. وملي تنقول كتستافد معناه ان الدوله كنخلصوا على هاد الناس في السي بشكل منتظم وشكل يعني كنخلصوا منها كل تريماس تنخلصوا على 3.9 مليون ديال الاسر. كنضربوها في الخلاص السميك وكيجي المونطون للسي. ثم كاين الدعم الاجتماعي المباشر، حنا غادي نخلصوا هذا الشهر عندنا 3,778,000 اسره بالضبط التي تستفيد من هذا الدعم، اي ما يناهز، لان هذا الدعم مبني على الاطفال اللي كاينين عند كل اسره وبطبيعه الحال الاسر اللي ما عندهاش الاطفال، اننا دزنا ل 5.2 مليون طفل وطفله اللي كيستافدوا من هذا الدعم، وبطبيعه الحال كتستافد منه الاسر. التكلفه نتاع هذا لا فاريابل الاولى في هذاك المعادله اللي حطيت في الاول 35 مليار في 24 هذا العام، الارقام موجوده ونقدروا نستعرضوها، وغادي نستعرضوها ان شاء الله في منتصف السنه الماليه امام لجنتي الماليه بالمجلس بالبرلمان. هذه الدوله خلصنا 35 مليار. وفي سنه 26 لاننا غادي نراجعوا، لان داك الشيء نتاع التعويضات العائليه غيطلع، غادي نكونوا في 40 مليار سنه 26. معناه اننا الا بغينا نحافظوا على الاستدامه نقولوا بان الدوله خصها تقيد في واحد لاكولون تاع الخلاص تاع النفقات 40 مليار، ستلقى 40 مليار باش تخلص هاد الزوج الحاجات. وغادي نرجع لهذا الرقم اللي بغيت الذي اسال العديد من النقاش، لا اريد ان اصفه كما وصفت مداخلاتي انا والزميل تاعي السبيطاس في البرلمان، ما ننزلش لهذا الوصف. العدد المستفيدين ما عمر كان 18 مليون، ما عمر كان. وانا باش نتفادى وباش نوضح هذا الامر، لان هذا الدوكيمون غادي نفرقوا اللي يهمو ياخذوا وينشروا. مشيت للنام وجبت التاريخ نتاع الرماد كل عام شحال تقيدوا من 2012 ودرت 2012 بالضبط، تقيدوا 2 ملايين فاصلة 6 في 2012، ولكن الناس اللي كانوا كيستافدوا بالبطاقه يلا 940,000. دونك من بعد جاو 3 الملايين ولا التراكم هو 6 الملايين، ولكن كاين غير 2 ملايين و4 اللي عندهم البطاقات. واحد غير قيد لان صحاب له ذاك الرميل، ويمكن قالوا له شي واحد غادي يدي شي حاجه ما لقاهاش مشى. واحد
تحسنات الاوضاع نتاعو ومشى. اللي مهم واساسي العدد المستفيدين لم يتجاوز في اي وقت من الاوقات سنه 2021. ونهار جينا حنا باش نترونسفيريو لا باز للسي ان اس اس لقينا 10 ملايين فاصله 695 الف. وانا بغيت نتسائل معاكم كيفاش الحكومه وجلاله الملك نصره الله تيقول لها يا ودي عمو التغطيه الصحيه وغادي نجيو حنا عند واحد الشريحه اجتماعيه ونقصوا فيها النص. بغيت نفهم هذا المنطق علاش. اتساءل بغيت الجواب وما كرهتش يكون فيه نقاش مباشر. دونك ها الارقام هذا هي الوكاله تاع التامين الصحي اللي تتكيف الناس في الرماد من تاع تحت. دونك ها هما الناس اللي مسجلين اللي كيجيو كل عام يسجلوا لسبب من الاسباب، وها الناس اللي التراكم نتاعهم هو 13 مليون. ولكن العدد تاع الناس اللي كانت عندهم البطاقه وكيستافدوا من خدمات الرماد هو 10 ملايين و695,969. واللي عنده شي رقم اخر يجي ماشي مشكل. وباش ندير منطق اخر باش نصفيو هذا الحساب لانه ولا بد نافونسيو. ميمكنش نبقاو نقصوا 18 12 14 الى الابد. دابا العدد الاسر تاع المغرب هو 11 ملايين فاصله 5 وإلا ضربتيهم في 3.2 تلقاو 40 مليون. هذا هو العدد الاسر. كاين شي مزيان. هاد الاسر فيهم اليوم 2 الملايين كاينين عند الكنوبس والسي ام ال. هذا الحساب موظفون ومتقاعدون 2 ملايين الاسر. وكاينين 5 الاسر في القطاع الخاص فيهم لي سالاري ولي روتريتي تاع السي ان اس اس. عاود هادو راه بالسميه محمد وحمد عنده اما سالاري واما روتريتي. ها 7 ملايين. هذوك الاجراء اللي عندهم المهن الحره هو 700,000. دونك شنو اللي بقى في ديك 11 ونص؟ حساب دخل شي بال 2 زائد 5 هي 7 ملايين زائد 700,000 هي 7.7 بقات 3.8 ملايين الاسر هي اللي حولناها من الرماد للسنه هي 40 مليون نتاع سكان المغرب. هذا هو. دونك انا جبنا الحساب ديال الرماد تاع لانام من الاول وجبنا الحساب تاع عدد الاسر وكثر من هذا وهذاك. قلنا ملي حولنا الناس بدايه سنه 23 ملي حولناهم في سنه 22 في ديسمبر للسنه اساس قلنا لهم عندكم عام باش تجددوا التسجيل نتاعهم. وفي 23 وبعد نهايه المهله اصبح العدد هو 3.8 مليون ونص. انا كيسمعني ماشي مشكل. ماشي مشكل. 3 ملايين فاصلة 8 مليون اسره اللي هي حوالي 10 ملايين تاع المغرب. دونك ها المنطق تاع التقسيم النسمه ولا مشينا لاش سي بي حنا متفقين ان 11.5 مليون اسره ومشينا للنظام. دونك انا اتمنى صادقا ان النقاش حول الحمايه الاجتماعيه وتنزيلها ياخذ ابعاد اخرى اكثر رقيا من الوقوف على قراءه ارقام لن ينتفع منها لا المغرب ولا المغاربه. دابا راه حنا دائما في لا فاريابل الاولى تاع ليكواسيون هي اللي ننزلوا الاوراق الاجتماعيه. هذه الارقام التي اتحدث عنها هنا هي الميزانيات اللي سويتوا عليها ما فيهاش حتى هي المستحبات. انا بين سنه 20 نهايه 20 وسنه 24 الميزانيه تاع وزاره الصحه دازت من 18.6 ل 30.6 رقم قراوه ما عندنا ما نديرو فيه طلع ب 65%. ولن ادخل في تفاصيل وما تتطلبه الصحه او قطاع الصحه من اعاده هيكلتين لا توفر العرض الصحي ولا البناء المؤسساتي ولا الى غيره. ثم التالي انتقل من 55.6
ل 73 طلع بالثلث 33%. إذا الحكومة كان خاصها تدخل الناس تاع الرامع، كان خاصها تخلص الامورات نتاع الاعانه المباشره ل 3.9 اللي هي 40 مليار وتطلع هذه الميزانيات. الان كيفاش؟ وهذا هو السؤال. الامورات نتاعو واضحه وبسيطه. هذا الشق الاجتماعي كاين تحول جذري وهيكلي في قطاع السكن. اليوم وصلنا ل 12000 مستفيد. انتقلنا من نظام اعفاءات ضريبيه، لا اريد الخوض فيه، النظام نتاع الدعم المباشر اللي شرى الدار النهار الاول تاخذ واحد الدعم معين. وهذا البرنامج ان شاء الله هو اللي غادي يمكن لا الناس اللي كانوا كيمشيو سابقا للسكن الاقتصادي ولا جزء مهم من الطبقه المتوسطه انهم يمشيو للسكن بظروف واضحه على الاقل تضمنوا اعانه مباشره للسيد اللي تيشري باش يمشي للسكن تاعو. اليوم كما قلت 12000، وملي نوصلوا للحد الاقصى خصها هذا البرنامج خصو 9 مليار تاع الدرهم. الحوار الاجتماعي كما قلت يعني واسمحوا لي زعما نقول لكم هذا الامر لان هذا الجانب المهني يعني درت فيه سنوات، عايشت مختلف الحوارات الاجتماعيه. المقاربه غيرناها راسا على عقب. الاول انه كاين مؤسسه الحوار تنخلق فضاء تفاوضي فيه تبادل الرأي حول القضايا الراهنة مع النقابات ومع السجان في مختلف القضايا اللي تتهم بلادنا. والحوار تاع سبتمبر تيكون دائما محطة أننا نوقفوا حتى عند التوجهات الكبرى لمشاريع قوانين المالية. والمسألة الثانية اللي جديدة في هذه المسألة كما قلت بأنه بشكل إرادي كان لابد بعد غياب يعني حوار اجتماعي أو تفعيل لزيادة في الأجور دامت أكثر من عقد من الزمان، كان لابد أن هذه الطبقة المتوسطة أنها تستفد من يعني زيادات مهمة. وهذه الطبقة المتوسطة بالمناسبة احنا اللي استفدوا اكثر من 4.2 مليون الاسر. الغلاف المالي نتاع هذا الحوار الاجتماعي في سنه 26 ان شاء الله هو 45 مليار نتاع الدراهم. دونك احنا تنقيلو في لا كولوم ديبونس باش نعرفوا هذيك 90 من جات اللي قال السي حجيره. دونك هذا الحوار الاجتماعي والمنطق والفلسفه نتاعو تم تغييره. التعامل مع الظرفيه اللي عرفتها بلادنا وعرفتها المنطقه كان فيها مجموعه من الاجراءات انيه. بين 22 و 23 صرفنا 64 مليار نتاع الدرهم في مقابل وهذا هو الاساس 41 مليار نتاع الدرهم اللي كانت مبرمجه في القانون المالي. معناه ان الدوله الحكومه اضافت 23 مليار درهم اضافيه في المقاصه باش يبقى الثمن الخبز في المستوى نتاعو، باش يبقى الثمن القمح هو 270 درهم، هو اللي تيضمن الخبزه بدرهم فاصله 70. هو اللي خلى الغاز بيتان يبقى في الاثمنه المستقره ولو ان الطن داز 1200 دولار الى غير ذلك. معناه ان كان مجهود هذا مجهود تكونسومات 64 تهضر عليها تكونسومات في 23، احنا في 24 دابا 64 مليار. وامور النقل وباش نحافظوا على الاثمان كما تعرفون 7.8 مليار تاع الدرهم اللي مشات. المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في عامين باش الفاتوره نتاع الماء والكهرباء تبقى مستقره وما تزادش ب 200% كيف بعض الدول.
من بينها هذيك اللي غنضموا معها كأس العالم 9 مليار في سنتين. وفي الأسبوع المقبل إن شاء الله قد تكون عندنا الفرصة لمناقشة مرسوم اللي غيجيب 4 مليار إضافية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، حفاظا أو إقرارا من الحكومة على أن الأثمان تاع الكهرباء لن تعرف أي تغيير في المستقبل، وبالتالي الحكومة خصها تضخ 4 مليار إضافية في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ثم المواد الفلاحية والمنهجية اللي سلكتها الحكومة. أنا ما نتحدثش على الارتفاع اللي كيان والوقوف عند الارتفاعات. أنا قلت مرارا بأن ما كاين حتى شي إجراء اللي يرجع الانفلاسيون زيرو، ما كاين غير الاختيار. واش نتحملوا التضخم كيف تحملته دول المينا واللي المعدل نتاعو كان 15، أو لا نضخوا هذه الأموال في أمور محددة اللي تمكن أننا نهبطوا التضخم إلى حدود في معدلات نتاع الفترة كلها هي 6%. هاد الأعلاف والأسمدة والبذور نتاع المنتجات الفلاحية كلفت الدولة والحكومة 8 مليار تاع الدرهم. إذا كان عندنا شق اجتماعي لازم ننزلوه، كان عندنا حوار اجتماعي من الضرورة أن نفعله وأن نعمل على أساساته، والتفاعل مع ظرفية خاصة كلفت ما كلفته للحكومة، وأصدر مرة أخرى على أن هذا الشيء كله كان. وفي هذا الشيء هذا كله هو كان ولا بد نحافظوا، ماشي نحافظوا، نستعدوا التوازنات المالية، لأن 21 انطلقنا من 7.1 و 72.2 تاع المليونير. كان يجب استعادة التوازنات، وهذه التوازنات مشينا فيها بشكل تدريجي. 21 هبطنا ل 5.5، هبطنا، ما غاديش نقولوا دي غادي نهبطوا، هبطنا، عطوا الله اللي عطا. الحكومة نجحت تهبط ل 5.5. سنة 22 هبطنا ل 5.4، وفي سنة 23 هبطنا ل 4.4، هذا الماضي. وفي سنة 24 إن شاء الله غادي نوصلوا ل 4%، وفي سنة 25 غادي نمشيو ل 3.5%. دابا غادي نبدا المستقبل، ولو أن سنة 24 غادي نعطيكم المعطيات نتاع نهاية أبريل اللي تتبين على أننا غاديين في الاتجاه، لأن هذاك المستقبل ليس بالمستقبل البعيد ولا المستقبل الذي تحوم حوله تخوفات، والحمد لله. الآن في 25 نهبطوا 3.5، وفي سنة 26 نهبطوا 3، ونخليو الظروف المالية نتاع بلادنا سليمة، ونسلموا المشعل لناس يجدون 3% عوض 7.1%. الآن التركيب أنا نسلموا. احنا في الإصلاح الجوهري اللي عرفته المالية العمومية، وهو إصلاح هو كان فيه مجموعة من التراكمات. إصلاح بدا فيه النقاش سنة 2015، وعيد فيه النقاش سنة 2018، وجاءت الحكومة في سنة 21 ودارت له الإجراءات. هذه الإجراءات نتاع الإصلاحات المرتبطة بالضريبة على الشركات، وبالضريبة على القيمة المضافة، وبالضريبة على الدخل، بالحجز عند المنبع الذي أغضب حينها مجموعة من الفئات، ولكن هي اليوم راه فرحانة الحمد لله بأنها تساهم. هاش عطات دابا من 2011 ل 21 كنا المداخل العادية تنطلعوا ب2.3%. الحكومة من 21 ل 23 طلعنا ب 12، يعني هذاك الزيادة في المداخل تضربات 5. ما درنا والو، الحمد لله سيدي رب العالمين عطاها صافي، سي طول سي صافي. مي الأرقام هي هذه. المداخل العادية كانت
تقدم كل سنه ب 2.9%، ارتفعت كمعدل في الفتره نتاع الحكومه ب 12.5%. ونفس المنحه عرفته المداخيل الضريبيه كانت كترتفع ب 2.7، مشينا ل 10.8. اش عطانا هذا الشيء؟ عطانا هذا الشيء من 20 ل 23 100 مليار زايده نتاع الدرهم بمعدل نتاع 12.5% سنويا بين 21 و 22 و 23. وهذا الشيء كامل وقت 23 اكسبري باش ما نصرفوش في المستقبل، بقاو غير في الماضي. دابا هاد المداخيل تم تحصيلها، هاد 100 مليار دخلات زائد 100 مليار، المعدل تاعها هو هذا. وباش تكون عندنا واحد الصوره على الوضعيه من 11 ل 21 كانت 2.9%. تفضل سيدي. دابا نجيو لابريل باش نصرفوا شويه الحاضر. ابريل المداخيل الضريبيه نتاعنا طالعه ب 12.3%، والمداخيل العاديه نتاعنا طالعه ب 17.3%. هذا الشيء حققناه في نهايه ابريل نتاع هذه السنه. معناه بدون اي مستجد لا قدر الله الامور ستسير بنفس المنحى التصاعدي، بل احسن من الفتره نتاع 21 ل 23. وغادي تكون عندنا الهوامش الضروريه اللي انا غادي نجي لها باش نمشي ل 26. هاد 23 اللي كانت عندنا بالتطبيق نتاع نفس المعدل نتاع 12 ونص، ماشي نتاع 17 ونص اللي راه بين جونفي وابريل. ها فين غادي نكونوا في سنه 2026؟ غادي نكونوا في 461.3 مليار تاع الدرهم. معناه اننا ضاعفنا انطلقنا ب 226. الى رجعتي ل 21 انطلقنا ب 226 مليار نتاع الدراهم كموارد عاديه. غادي نمشيو ل 461. الحكومه ستضاعف المداخيل العاديه نتاعها، وهي اللي تعطيها الهوامش باش تعالج ذوك المعطيات نتاع المعادله التي طرحتها في بدايه النقاش. وبطبيعه الحال حظ موفق اللي غيجي من بعد يتوعد 461 ويرجعها 920 في 2030 باش نديروا معها لا كوب دي موند في احسن الاحوال. الآن هذه الموارد المعبأة اللي معبأة حاليا، الموارد المعبأة اللي تكلمت عليها نتاع 100 مليار هي اللي غادي تخلينا نخلصوا 90 مليار اللي هي 40 مليار تاع الورش الحماية الاجتماعية، واللي هي 45 مليار تاع الدرهم نتاع الحوار الاجتماعي، واللي هي 9 مليار نتاع البرنامج تاع اقتناء السكن. وهذا الشيء هذا كما قلت اننا نواصل تحكم مسار الماليه العموميه. هذه السنه ان شاء الله سننهي ب 4%، وغادي نهبطوا للديونيه لاقل من 70%. ودائما نستحضر بان نقطه الانطلاقه كانت هي 72%. دونك ما كاينش ما عندك ما تزيد، ما عندك ما تنقص، قراها كيف ما بغيتي. كانت 72.2. الان فين كاين الخلط في القراءه المديونيه؟ هو ملي تزيد المديونيه اللي كتضمن الدوله نتاع المؤسسات العموميه. انا تنقول اني اللي بغى يعطيني المديونيه نتاع الطرق السياره يعطيني لاكتيف تاع الطرق السياره نقيدو حتى في لاكتيف وغادي نكونوا رابحين احسن. دونك غير نوحدوا القراءات. ملي نتكلموا على الميزانيه نتاع الدوله كنا في 72، الهدف اننا نوصلوا 68% ان شاء الله في سنه 2026. هذا الشيء كله اللي انا التزمت فيه الماضي والموضوعيه والارقام تزكي المؤسسات الدوليه. هادو ما عندوش القراءه هو السياسيه وما تعرفش الاغلبيات.
كي جيت هذا التقرير الصندوق النقد الدولي هذه شهر خرج التقرير قالوا ودي المغرب عنده قدرة على الصمود في وجه كل الصدمات بفضل السياسات اللي دارتها الحكومة المغربية، وفي مقدمتها الإصلاح الضريبي. وأعتقد بأن تقريرا من هذا النوع يجب أن يكون مصدر افتخار لكل الفعاليات السياسية مهما اختلفت مشاربها. ماشي انت عاجز اخويا واش هو التقرير ما يجي هذا على المغرب. المسألة رقم 2 ستاندار اند بورس. هذيك ستاندار اند بورس اللي في 21 هبطتنا حيدتنا الانفستمنت قالت هي قالت لنا اليوم انا بامكاني انني اوليو بالمسار نتاعكم المستقبلي اللي كان غير ستابل غادي نقول بانه ايجابي بوزيتيف، وهي مقدمه باش نسترجعوا انفستمنت جريد ان شاء الله قبل نهايه السنه ان نحن توفقنا بمشيئه الله على تحقيق هذا الشيء اللي قلنا اللي حققناه حتى نهايه ابريل، ويبقاو لنا هاد 7 شهور نتمناو من الله اننا نحققوا داك الشيء باش نرجعوا الانفستمنت جريد اللي مشات لنا في 21. ثم هناك الفيتش اللي داير كان عندنا كاع معها علاقات مضطربه ورجعت اليوم ثبتت المقيت نتاعنا بعد كل هذه الهزات وبعد كل ما عرفته المنطقه، وقالت بان الافاق نتاع المغرب والاقتصاد المغربي وماليه المغرب هي مستقره. دونك هذو الاراء نتاع 3 نتاع المؤسسات دورها هي أن تنقط الدول واقتصاديات وماليات الدول، هذا هو دورها بدون قراءة، ما عندهاش قراءة. وهذا الشيء كله تعطينا اليوم واحد تعزيز نتاع المصداقية بلادنا، المالية العمومية نتاعها حاضرها ومستقبلها يجعل من المغرب قبلة للاستثمارات. ثم إلى ضفنا لهذا الشيء السياسات الاستراتيجيه او العلاقات الاستراتيجيه اللي تيقودها سيدنا الله ينصرو واللي دار في الاتفاق الاستراتيجي مع دوله الامارات العربيه المتحده، واذا اضفنا الى ذلك الرفع من وتيره الاستثمارات حتى نكون ان شاء الله وسنكون بحول الله في مستوى احداث الدوليه التي تنتظرنا وفي مقدمتها 2000 كأس العالم 2030. أعتقد بأن بلادنا بطاقاتها بأحزابها وبمجتمعها المدني وبشبابها قادرة على رفع التحديات، وأنا كنقول دائما إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. صدق الله العظيم.